بنوتة وعلى وش جواز. تعالي اقولك ازاي تختاري الشريك الصح لحياتك. اولا ثقي في الله ان نصيبك متشلك، فما تستعجليش لمجرد انك بتسمعي الناس بتقولك ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي. وعلى رأي ماما كانت دايما تقولي خلي العسل في جراره لحد لما تجيله اسعاره. طيب ربنا كرمك وجالك عريس، اولا لازم تصلي استخارة، لانه خيارات ربنا لينا يا جماعة افضل بكتير. احنا مش بنشوف غير تحت رجلينا وبس. طيب ايه الاختيارات اللي احنا لازم لما نلاقيها في شريك حياتنا نقول هنكمل او لا؟ اول حاجة لازم يكون بيعرف ربنا. الشخص اللي بيعرف ربنا هيتقي الله فيكي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فاصفر بذات الدين تربت يداك. انت كمان لازم تاخدي الشخص اللي عنده دين، عشان هو ده اللي هيتقي الله فيكي وهيحافظ عليكي. الحاجة اللي بعد كده، لو حسيتي ان الشخص ده بخيل، طب اعرف ازاي؟ بيبان في خروجه، في مشوار، طلبتي منه حاجة تلاقيه دايما بيسأل عن الاسعار، دايما يقولك مش كتير حبتين، طيب ما تخلينا نأجلها المرة الجاية، ياه ده غالي قوي. اعرفي ان الشخص ده بخيل وعمرك ما هترتاحي معاه، فابعدي تماما عنه. الصفة اللي بعد كده، ولو لقيتيها في الشخص اللي متقدملك اوعي تتجوزيه، وهي الشك. الشخص الشكاك هيفضل طول عمره يشك فيكي وفي تصرفاتك، وعمرك ابدا ما هترتاحي معاه. فلو حسيتي ان الشخص اللي هترتبطي بيه ده بيشك فيكي، ابعدي عنه واوعي تتجوزيه. كمان من الاشخاص اللي مينفعش انك تكملي معاهم هو الشخص النرجسي، اللي دايما يحسسك انك غلط، كل تصرفاتك مش عاجباه، هو بس اللي بيعمل كل حاجة صح لكن انتي دايما غلطانة. كل المشاكل اللي بتحصل في الكون انتي سببها. الشخص ده هيدمر نفسيتك بعد الجواز. عشان كده لو حسيتي ان الشخص اللي متقدملك نرجسي، ابعدي عنه فورا. من الصفات برضو اللي لا يمكن تقبلي انك تكملي مع الشخص لو حسيتي انها موجودة فيه، وهي انه يكون شخص ما بيتحملش المسؤولية. كل حاجة يقولك انا مش عارف اعمل ايه، استني ما اسأل ماما، استني ما اشوف حد يقولي اعمل ايه واتصرف ازاي. الشخص ده لا يمكن هيقدر يساعدك، لانه لا هيقدر يتحمل مسؤوليتك ولا حتى يتحمل مسؤولية بيت وولاد وتربيتهم. فابعدي عنه على طول واوعي تتجوزيه. واخر حاجة هقولها لك، الجواز مش بس انك تلبسي فستان ابيض وطرحة وشوية ناس هيغنولك ويفرحوا معاكي. الجواز حياة كاملة، شخص هتعيشي معاه بقية حياتك. فلو مش هتختاري صح من البداية هتندمي لآخر عمرك. دمتم بخير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.